السلام عليكم. معكم عبد الله خميس من تكناب. باذن الله النهارده هنتكلم عن الفروق بين معالجات انتل الجيل الثالث. معالجات انتل كور اي الجيل الثالث خط انتاجها كان بيتكون من انتل كور اي 3، انتل كور اي 5، انتل كور اي 7. مقدمه. النقطه الاولانيه، احدث ما انتجت شركه انتل. مؤخرا شركة انتل اطلقت الجيل الرابع من معالجات كور اي اللي هي ما يطلق عليها معالجات هازويل، ومن قبلها الجيل الثالث، وكان خط انتاجها زي ما قلنا كور اي 3 كور اي 5 وكور اي 7. اللي خلى المعالجات دي مشهورة ومعروفة انها كانت مبنية على تكنولوجيا اسمها ال 22 نانومتر. التكنولوجيا دي مبنية على اساس اللي هي 3D جيت ترانزستورز او ترانزستورات البوابة الثلاثية، والتكنولوجيا دي صممت عشان تخلي جهازك الشخصي اسرع، موفر اكتر في الطاقة. بالنسبة لموفر اكتر في الطاقة هنعرف قد ايه هو وفر في الطاقة قدام شوية. النقطة التانية، الفرق بين الجيل الثالث والتاني. بإيقاع منتظم، انتل استمرت في انها بتدفع بحدود تكنولوجيا اشباه المواصلات الى اقصى ما يمكن، بحيث انها في عام 2012 اطلقت الشركة الجيل الثالث والمميز من سلسلة المعالجات كور اي 3 واي 5 واي 7 اللي احنا زي ما قلنا مبنية على اساس تكنولوجيا ال 22 نانومتر اللي هو بيطلق عليها جسر ايفي. جسر ايفي دوت المعالجات بتاعته كان في تطور وفي اداء السرعة بتاعتها ما بين 5% ل 15%، ومعالجة الرسومات ما بين 20% ل 50%. وبالنسبة لتوفير الطاقة، معالجات الجيل الثالث قدرت توفر الى ما يصل 50% من استهلاك الطاقة بتاعتها. ونقدر نقول ان جسر ايفي اللي هو بيمثل الجيل الثالث كان احسن من الجيل الثاني، وهو كان المعالجات المبنية على اساس او تكنولوجيا جسر ساندي. النقطة الثالثة، نتكلم عن نبذة عن الجيل الثالث. شركة انتل قدمت معالجاتها الجديدة او الجيل الثالث في تسلسل هيكلي جديد، بمعنى ان قدمت المعالجات بتاعتها في 3 فئات جديدة. الفئة الاولانية او الانتري ليفل هي سلسلة الكور اي 3. الفئة المتوسطة او الميد ليفل هو الكور اي 5. الفئة العالية او الهاي اند ليفل هو الكور اي 7. هنتكلم عن مقارنة سريعة بالنسبة لأداء الثلاث معالجات. لو رسمنا رسم بياني ما بين أداء وسرعة البروسيسور والبروسيسورز نفسها، هنلاقي الخط البياني بيرتفع كلما اتحركنا من الاي 3 ثم الاي 5 ثم الاي 7. بالنسبة للاي 3، الكور اي 3 هو معالج انتري ليفل ممتاز جدا، بيقدم هاي ديفينيشن جرافيكس، رسوميات عالية الدقة، ومالتي تاسكينج. المالتي تاسكينج دي ان انت تقدر تشغل اكتر من ابلكيشن واكتر من بروسيسز في نفس الوقت بدون ما تأثر على السرعة الطبيعية للحاسب. لو كنت من الاشخاص اللي استخدامهم للحاسب بيتمحور حوالين تصفح الانترنت ومشاهدة الافلام الفيديو شاتنج البيزك وورد بروسيسنج، اذا الكور اي 3 هو الخيار الانسب ليك. بالنسبة للكور اي 5، الكور اي 5 اسرع واقوى من الكور اي 3، وبيقدم كل اللي بيقدمه الانتري ليفل اي 3 واكتر. دي بمعنى اللي هو معاه تكنولوجيا زيادة او جديدة اسمها التربو بوست او دفعة التربو، وتكنولوجيا تانية اسمها هايبر ثريدنج. الهايبر ثريدنج دي بتقدم 4 عمليات لكي تتم معالجتها في نفس الوقت. يعني ايه 4 عمليات؟ الاي 5 بتكون من 2 كور، كل كور بتطلع عمليتين، بحيث يبقى عندنا 4 عمليات في الاجمالي يتم معالجتهم في نفس الوقت. ونقدر نقول الكور اي 5 هو انسب المعالجات لاجهزه اللابتوب والورك ستيشن، لان يكون بتأدي بشكل عالي جدا في المالتي تاسكينج والهاي ديفينيشن جرافيكس. بالنسبه للانتل كور اي 7، البروسيسور ده او المعالج ده ببساطه متقدم باشواط على المعالجين التانيين، لان معاه تكنولوجيا اسمها التربو بوست 2 او الاصدار الثاني من تكنولوجيا دفعة التربو. هو ايضا
متقدم بأشواط عن المنافس ليه من AMD. واظهرت اختبارات الاداء ان الكور i7 هو الفائز بدون منازع في كل اختبارات التخصصات. وبالنسبة للاي 7 في معالج بموديل اسمه 3940 XM بذاكرة كاش 8 ميجا بايت وسرعة تصل الى 3.9 جيجا هرتز. ده يعتبر افضل معالج في الفئة دي. وخط انتاج الاي 7 عنده ميزة ناتجة عن النوعيات الاربع او الاربع كورز اللي موجودة. الاربع بمعنى كل ما زادت الكورز كل ما كان المالتي تاسكينج احسن، و البروسيسنج سبيد كانت احسن، وتقدر تستخدم القدرات دي في تطوير العاب ثلاثيه الابعاد وفيديو ايديتنج اللي هي منتجة الفيديو. والمحصلة ان الكور i7 بتضع قدرات مذهلة بين اصابع يديك. الخلاصة نقدر نقول ان كور i3 هي معالجات مناسبة للاستخدام المنزلي العادي، هاي ديفينيشن جرافيكس، مالتي ميديا، انترنت اكتيفيتيز. ونقدر نقول برضو ان معالجات الاي 5 من اجل اللي هي الالعاب المواصفات العالية والبرامج التقيلة. اما معالجات الاي 7 هي من اجل الناس او الاشخاص اللي عايزين يشتغلوا مالتي تاسكينج عالي. وكمان المعالجات دي مصممة للاجهزة اللي هي بتشتغل كخوادم شبكات او خوادم قواعد بيانات. وايضا المعالجات دي تستخدم في الفيديو ايديتنج او الديفلوبمنت، ومصممة من اجل الاعمال والعمليات الحوسبة العالية. لكن في النهاية البروسيسور اللي يناسبك ده يرجع انت مستعد تدفع قد ايه، و الميزانية بتاعتك والمتطلبات اللي انت عايزها في الجهاز بتاعك. في النهاية نقدر نقول لو انت كده تقدر تتحمل تكلفة معالج i7 ليه لأ، طالما القرار يرجع لك. اختار البروسيسور اللي انت عايزه من خط انتاج اللي انت عايزه. لكن توصيتي الشخصية المعالج متوسط المدى او ميد ليفل i5 بسعر مناسب، وبيشتغل بشكل مناسب مع كل متطلبات التطبيقات او الابليكيشنز اللي موجوده دلوقتي، وبيقدم قيمه حقيقيه لفلوسك، وبيناسب بشكل ممتاز بروفايل المستخدمين الطبيعيين. بكده الحلقه تكون انتهت. نشكركم لحسن استماعكم، وتنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل وتعملوا شير للفيديو، ونلقاكم على خير ان شاء الله في الحلقه القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.